السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون كيما شفتوا في العنوان خوتي جينا نحكوا على قال لك باللي الجزائر راح تنسحب من تنظيم كاس افريقيا سواء 26 سواء 27، يعني قال لك راح ننسحبوا ديريكت. بعثوا لي مقال انا على كل حال تاع المعلق هذاك وراكم تعرفوه كاع على كل حال، وانا قلت لكم رفدت يدي من الامور كيما هذه، يعني خلاص انا ما الدولة تدبر راسها يا خوتي وياكلوا بعضاهم، هذا ما كان. ولكن دوك نتكلموا نعطي بعض المعلومات على الامر هذايا، ونتكلموا ثاني على فارس شايبي اللي لعب مباراة اليوم، خرج في الدقيقة 80، خرج احسن لاعب. بون خليتهم 0-0 كي خرج هو خرجت انا، خليتهم 0-0. وامين عموره اللي سجل اليوم هدفين رائعين اللي راهو متالق وبقوه كما نقولوا مع الفريق تاعو جديد. راح نتكلموا في الموضوع هذا وداها رجل المباراه الثاني. بون بعثوا لي تاع المعلق هذاك قالوا لي باللي احكي لنا واش بيهم هذوما، راهم حابين ينسحبوا من كاس من تنظيم كاس افريقيا. قريت المقال هذاك وقريت المقال باللي تما راح ننسحبوا لان عطاوها للمغرب، رغم انه مازال هاد الايام دوك يقرروا باش يمدوها هكذا ولا لا باللي راهم عطاوها للمغرب. وثاني مليحه يعني على بالك باللي كي ننظموا ونخسروا دراهم بزاف وشغل كيما نقولوا هاد الدراهم نقارديوهم لينا باش كيما نقولوا نبنوا المنشات والمنشات هذه اللي راك تهضر عليها. التنظيم هذا اللي راهم يتضاربوا عليه البلدان، الناس كامل اي تنظيم يتضاربوا عليه البلدان لان راح يرجع بالفوائد. كيف؟ السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم النشر تيفي. اليوم عندنا فيديو جديد كما القاعده، فيديو غادي نشوفوا فيه واحد الاعلام الجزائري اللي كيتكلم ديما على المغرب. وهذا الجزائري اللي تيقول لهم علاش خرجتوا من الكاف وعلاش خرجتوا من تنظيم كاس افريقيا 25 و 27. خليونا نشوفوا ياك فوزي القجع اعلن عليها قبل، وتبعوا حتى نشوفوا الى الاخير. ديك الساعه الى بالينا تعطل المغرب راه غنعرفوا كاين الكواليس. ولكن نتوما انسحبتوا بكري، خليتوا ليه الفرصه فين هو يخدم على خاطره، وملي ما كاين حتى واحد راه تعطل المغرب. هادي راه ماشي خدمه، وهادي راه وانا ما فهمتكمش لحد الساعه كيفاش حتى اخر ساعه واخر لحظه عاد انسحبتوا تبقى 24 ساعه. وما يمكنش، كاين هنا شي حاجه. وبلا ما نطول عليكم اصدقائي خليكم مع الفيديو. ترجع بالفوائد. دوك نجيب لكم بعض المقالات وندخلوا، ولكن انا واش قلت لك يدبروا راسهم. انا كنحس باللي كاين ناس راهي تتعامل مع المغرب، قلتها لكم دي خطره، كاين ناس من الجزائر راهي تتعامل مع المغرب، راهم يعاونوا في المغرب. انك تسحب راك تعاون في المغرب، راك تعطي مصداقيه للمغرب. ما ننسحبش ويمدوها للمغرب على روحهم. المهم باش تبان باللي كاينه فضيحه، باش تبان باللي واش قال لقجع في المؤتمر هذاك اللي داروا باللي صح كان على باله من الاول باللي راح يدوها. يعني انت كي تنسحب تعطي لهم المصداقيه. انسحبت قبل ما يعلنوا، يقول لك بقات المغرب وحدها عطيناها للمغرب. تقول لهم باللي نو سمعنا لان لقجع، يقول لك بس احنا ما مديناهاش، انت تتبع الهضره، القرار مازال ما صدرش. يعني انت راك بهذه راك تعاون في المغرب، يعني هنا انت راك تخدم مع المغرب. هذا هو الامر تاعي وتكلمت في هذا الموضوع هذايا. يعني انا واش حبيت نقول لكم، راهي مخلطه، خلي ياكلوها وخلي ياكلوا بعضهم. نحكوا على البالون، نحكوا على اولادنا، نحكوا على المنتخب كي يجي امور واحده اخرى، يدبروا راسهم. عصابات تضرب في عصابه، وعصابات تاكل في عصابه، وعصابات تخدم مع عصابات، وكاين اطراف راهي تخدم مع المغرب لا نقاش. هذه تاع تسحب هذه شغل كيما نقولوا بيع وشراء. عاونونا نخليكم تتاهلوا لا كوب دي موند، راك فاهم ولا لا؟ عاونونا نخليكم تتاهلوا، شغل اعطيني نعطيك. هنايا داخله فيها اعطيني نعطيك، ولا كوب دي موند نتاهلوا ليها بلا ما نعطوا لهم هذا الامر هذايا. شوفوا نقرا لكم بعد الصفحه هذه اللي راكم تشوفوا فيها كاس افريقيا للامم نظره اقتصاديه هكذا. وبعد يبدا يحكي لك، يقول لك البلدان تخاف تنظم لان فيها خسائر كذا، ومن بعد يقول لك لا فيها ارباح كثيره. ومن بعد يبدا ووفقا للوائح الاتحاد الافريقي الكاف يتحمل البلد المضيف كافه التكاليف الخاصه باقامه الفرق، يعني الفرق الكاف اقامه الفرق وراهي
اقامه الفرق المشاركه بالبطوله والانتقالات الداخليه، هذه تاع مصر راح نحكي لكم، الداخليه للمنتخبات، وانتقالات الخاصه بالحكام، بالاضافه الى رئيس الاتحاد الافريقي واللجنه التنفيذيه والسكرتير العام. وفي المقابل يحق للبلد المضيف بث مباريات البطوله بالكامل. يعني هنا الاعلام تاعنا راح يربح، لو كان نظموا احنا راح يربح بالكامل المباريات كاع تبثهم على التلفزيون تاعك، مقابل $1500 فقط للمباراه الواحده. لكل لقاء يتم نقله، يعني انت تمد لهم $1500 لكل واسمه، وانت تربح من الاعلانات، لان المقابله هذه راح يشوفوها ملايين، وتربح دراهم من الاعلانات الشركات تجي تعطي لك دراهم كبار، لان انت راح تبث المباراه. هاي مقابل تطاطا يتم، وهو ما يعني امكانيه تحقيق عائد مادي على المستوى الاعلانات التلفزيونيه. والبند الثاني يمنح البلد المضيف 20% من كل العوائد التي يحصل عليها الاتحاد الافريقي من وراء البطولة، سواء التذاكر والبث التلفزيوني والإعلانات داخل الملعب، وكل ما يحققه الاتحاد الإفريقي من عائد. يعني وش يدخلوا دراهم من الإعلانات، وش يدخلوا دراهم من التذاكر، وش يدخلوا دراهم، الاتحاد الإفريقي يعطي لك 20%. يعني إذا دخل الملاير تاع الملاير والخطرة اللي فاتت يا أخي دخلوا الملاير تاع الملاير يعطيك 20%. يعني راح تدخل دراهم كبار للجزائر، يعني راح تخسر بصح تدخل دراهم كبار. وش فيها تربح الاقتصاد، لي زوتيل يخدموا تدخل دراهم، الضرائب تدخل البلاد، المطار يخدم، الفنادق يخدموا، لي ريستورون يخدموا، راح تدخل دراهم كبار للجزائر. لماذا الدول راهي تتقاتل وتدخل في الكواليس باش تنظم. جي انا واحد يبلعطني انحي راهو يعاون في المغرب، يجي يقول لي باللي نوت سمح بينا نخبوا دراهمنا وكذا، يعاونوا في المغرب خاوتي ديريكت طايطار. انا دبروا راسكم قولوها. نعطي لكم مثل واحد برك، هذه تاع وسمها تاع الجزيره. استثمرت بقوه في المجال الرياضي، ما الفوائد التي ستجنيها قطر من وراء تنظيم كأس العالم؟ هنا راك تقول لي كأس العالم، هي يحكوا على كل البطولات، ولكن راح يخصوا كأس العالم. دوك نقول لك لأن أي دورة فيها فوائد كبيرة. وش يقول لك؟ يجمع الخبراء والمختصون في مجال الرياضة على أن احتضان الدول للفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم، الدوريات الكبرى، يعني كأس إفريقيا، كأس أوروبا، كأس العالم. وهنا راح يتكلموا على قطر، لذلك دخل لك قطر. وش يقول لك؟ يعود بفوائد جمة على الدول المستضيفة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة وأن الرياضة قد تحولت من مجرد هواية إلى صناعة يستثمر فيها وتحقق أرباحا طائلة. هذه هي. راني جاوب، ما تبلعطوني ما والو. اللي حب ينحي هذه كأس ما ينسحب، راهو يعاون في المغرب مباشرة. ودبروا راسكم، عاونوا المغرب، عاونوا إسرائيل، عاونوا اليهود، عاونوا، دبروا راسكم. هذا ما خاوتي والله ما تزيدوش تبعتوا لي، لأننا عييت منهم وعييت يعني ما كانش اللي ما الله غالب. والله غير خلونا منهم. ندخلوا نتكلموا على شايبي ومن بعد نتكلموا على عمورة. شايبي اليوم لعب 80 دقيقة، قدم مباراة رائعة كيما راكم تشوفوا لهنا في التنقيط تاعو. راني درت تيره واحده، تير بالتمريرات، قطاع كرات، هما دايرينو جناح ايمن كيما راكم تشوفوا لهنايا. ولكن كي تشوف شايبي يلعب كيما نقولوا كل الادوار، لعب من الجهه اليمنى، من الجهه اليسرى، لعب وسط ميدان، يعني كان لاعب حر على كل حال. دا تنقيط 7.6، خليتهم 0-0، ما على باليش شحال خلاصت النتيجه في الدقيقه 84، خليتهم 0-0، خرج من المباراه. دا 7.6 كاعلى تنقيط في الزملاء تاعو، لاول مره يدخل اساسي ويديها احسن لاعب من الزملاء تاعو اللي يلعبوا في النادي ومنسجمين من قبل. يعني الله يبارك التحركات تاعو، الله يبارك، يجري يكافح يعمل الضغط، قدم مباراه رائعه بكل صراحه. ولكن كي تكون النتيجه 0-0 تحس بالملل المباراه. يعني المباراه هذه لو كانت فيها اهداف كان راح نلقاو يعني مردود احسن. يعني راح تشوف المباراه راح تشوفها يعني بشغف. بقات 0-0 كرهت لحياتي، رغم انه وليدنا قدم مباراه رائعه ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في الدوري الالماني، وراح يتطور. راكم تشوفوا كاول مباراه تاعو ده احسن لاعب
في الفريق تاعو. نجو نتكلموا على عموره، راكم تشوفوا ديجا المنطقه الحراريه تاع شايبي كيفاش كان يتحرك. يعني هما دايرينه جناح ايمن، ولكن شوفوا المنطقه تاعو لعب بالجناح الايسر اكثر من الايمن، ولعب في وسط الميدان اكثر. يعني كلا الملعب، نص الملعب حتى الجهه تاعهم كلاها كاع، يعني تحرك في كل المناطق تقريبا. يعني اللاعب قدم جرى، يعني جرى كيلومترات باش يتحرك هذه المساحات كامل. يعني جرى كيلومترات، يعني اللاعب كان يجري، واللي شافوه يعرف باللي كان يجري، كان يعمل الضغط، كان يرجع يسترجع كرات، كان يقدم حلول، كان الله يبارك على كل حال. نجو لوليدنا عموره سجل هدفين الله يبارك. باش نقول لكم شفت المباراه، ما شفت المباراه لان ما عنديش الرابط. كانوا يبعثوا لي في الاهداف غير ماركي، يبعثوا لي الاهداف تاعو في الانستغرام، بعثوا لي الهدف الاول وزادوا بعثوا لي الهدف الثاني. يعني هذه ما نقدرش، ما حتى ما شفت المباراه ما نقدرش ما نهضرش على الاهداف اللي شفتهم تاع عموره. سجل هدف كما نقولوا في بدايه الشوط الاول في الدقيقه 16، وسجل الهدف الثاني في بدايه الشوط الثاني دقيقه واقل 51 ولا. خلاص النتيجه 2-0 للفريق تاعو، ووداها رجل المباراه. دا 7.8 كيما راكم تشوفوا لهنايا. وهاي لك المنطقه الحراريه تاعو تقريبا لاعب حر. علاش حبيت نتكلم في هذا الموضوع؟ عموره تقريبا يقدر يلعب لك جناح، لعب جناح ايسر جهه بالليلي او جهه بن رحمه راكم تشوفوا، ولكن يدخل للعمق، يتحرك للجهه اليسرى. وهذه هي اللاعب اللي نحبه انا، نحب اللاعب اللي يتحرك ماشي يقعد يستنى في الكره. عموره نو، عموره اللاعب اللي يبحث على الكره، عموره اللي يمسك الكره ويدخل للعمق، ماشي يمد عرضيه تبارك نو، يحوس يدخل للعمق، يحوس يدخل للديزويت، يتحرك لجهه الوسط، يتحرك للجهه اليسرى. يعني لاعب اللي ما يقعدش يستنى في الكره. قدم مباراه رائعه، ما شفتهاش. دوك نروح نحوس على واسمو على حساب التنقيط تاعو 8.7 الله يبارك. راهو مقدم. يعني الماتش اللي فات تاع واسمو تاع واسمهم تاع الاوروبي هذاك ماركا هدف، واليوم زوج اهداف. يعني مباراتين على التوالي ماركا هدف وزاد ماركا زوج اهداف. يعني لاعب حاسم. وهذا ان شاء الله انا دبر راسك بشيخ بالماضي، دبر راسك، لان اللاعب كيما هذا اللي راهو يقدم حتى مع المنتخب، وين يدخل يمد اساس، وين يدخل يسجل اهداف. ولا باغ اكزومبل راك تشوف راهو في النادي تاعو ثاني راهو يسجل اهداف. وان شاء الله نحاول كيفاش نلقى الروابط تاع الدوري البلجيكي باش نعودوا نتبعوه الطفيل هذا اللي راهو يقدم في اداءات رائعه جدا. فاذا يكون عندك لاعب، ما راني لا ضد بن رحمه، ما راني لا ضد بالليلي، ولكن كي يكون عندك لاعب اللي راهو يمد لك يلعب هو، ماشي حبا فيه بالليلي ولا حبا فيه بالرحمه، اللي يمد الاضافه في التسجيل والاسيستات هو اللي يلعب. هذا ما كان ماشي تسمى كي راهو يلعب في الدوري البلجيكي ولا يلعب في الدوري السويسري، نون تسمى الاخر يلعب فيه وصام، والاخر يلعب ما على باليش انا في الدوري الفرنسي كي كان يلعب في الدوري الفرنسي. نروح انا باريزوب اذا راهو يمد عموره نعطي له الفرصه تاعو، نعطي له يدخل اساسي. وحتى اذا حبيت تدخله كبديل ماشي في الدقيقه 75 على قد في الدقيقه 60 في الدقيقه 61 اكثر شيء دقيقه 65 تعطي له وقت كافي باش يقدر يعطي المردود تاعو. تدخله في الدقيقه الاخرانيه 10 دقائق الاخرانيين او 12 دقيقه الاخرانيه هكذاك، ودخل في بعض المباريات وسجل، ولكن يقدر في 12 دقيقه ما طيحلوش فرصه. يعني على الاقل يكون عنده وقت كبير. هذا واش نقدر نقول لكم في هذا الفيديو. ما نطوش عليكم خاوتي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام. ترجع بالفوائد. دوك نجيب لكم بعض المقالات وندخلوا، ولكن انا واش قلت لك يدبروا راسهم. انا كنحس باللي كاين ناس راهي تتعامل مع المغرب، قلتها لكم دي خطره، كاين ناس من الجزائر راهي تتعامل مع المغرب، راهم يعاونوا في المغرب. انك تسحب راك تعاون في المغرب، راك تعطي مصداقيه للمغرب. ما ننسحبش ويمدوها للمغرب على روحهم. المهم باش تبان باللي كاينه فضيحه، باش تبان باللي واش قال لقجع في المؤتمر هذاك اللي داروا، باللي صح كان على باله من الاول باللي راح يدوها. يعني انت كي تنسحب تعطي لهم المصداقيه. انسحبت قبل ما يعلنوا، يقول لك بقات المغرب وحدها عطيناها للمغرب. تقول لهم باللي نو سمعنا لان لقجع، يقول لك بس احنا ما مديناهاش، انت تتبع الهضره، القرار مازال ما صدرش. يعني انت راك بهذه راك تعاون في المغرب، يعني هنا انت راك تخدم مع المغرب. هذا هو الامر تاعي، وتكلمت في هذا الموضوع هذايا. يعني انا واش حبيت نقول لكم، راهي مخلطه، خلي ياكلوها وخلي ياكلوا بعضهم. نحكوا على البالون، نحكوا على ولادنا، نحكوا على المنتخب كي يجي امور واحده اخرى، يدبروا راسهم. عصابات تضرب في عصابه، وعصابات تاكل في عصابه، وعصابات تخدم مع عصابات، وكاين اطراف راهي تخدم مع المغرب. لا نقاش. هذه تاع تسحب، هذه شغل كيما نقولوا بيع وشراء. عاونونا نخليكم تتاهلوا لا كوب دو موند، راك فاهم ولا لا؟ عاونونا نخليكم تتاهلوا، شغل اعطيني نعطيك.
هنايا داخله فيها اعطيني نعطيك، وراكم ديما تاهلوا ليها بلا ما نعطوا لهم هذا الامر هذايا. شوفوا نقرا لكم بعد الصفحه هذه اللي راكم تشوفوا فيها كاس افريقيا للامم نظره اقتصاديه. هيدا وبعد يبدا يحكي لك يقول لك البلدان تخاف تنظم لان فيها خسائر كذا، ومن بعد يقول لك لا فيها ارباح كثيره، ومن بعد يبدا ووفقا للوائح الاتحاد الافريقي الكاف يتحمل البلد المضيف كافه التكاليف الخاصه باقامه الفرق، يعني الفرق الكاف اقامه الفرق وراهي إقامة الفرق المشاركة بالبطولة والانتقالات الداخلية. هذه تاع مصر راح نحكي لكم، الداخلية للمنتخبات وانتقالات الخاصة بالحكام، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي واللجنة التنفيذية والسكرتير العام. وفي المقابل يحق للبلد المضيف بث مباريات البطولة بالكامل. يعني هنا الإعلام تاعنا راح يربح، لو كان ننظموا احنا راح يربح بالكامل المباريات كاع تبثهم على التلفزيون تاعك مقابل $1500 فقط للمباراة الواحدة. لكل لقاء يتم نقله، يعني انت تمد لهم $1500 لكل واسمه، وانت تربح من الاعلانات، لان المقابله هذه راح يشوفوها ملايين وتربح دراهم من الاعلانات. الشركات تجي تعطي لك دراهم كبار لان انت راح تبث المباراه. هاي مقابل تطاطا يتم، وهو ما يعني امكانيه تحقيق عائد مادي على المستوى الاعلانات التلفزيونيه. والبند الثاني يمنح البلد المضيف 20% من كل العوائد التي يحصل عليها الاتحاد الافريقي من وراء البطولة، سواء التذاكر والبث التلفزيوني والإعلانات داخل الملعب وكل ما يحققه الاتحاد الإفريقي من عائد. يعني وش يدخلوا دراهم من الإعلانات، وش يدخلوا دراهم من التذاكر، وش يدخلوا دراهم الاتحاد الإفريقي يعطي لك 20%. يعني إذا دخل الملاير تاع الملاير والخطرة اللي فاتت يا أخي دخلوا الملاير تاع الملاير يعطيك 20%. يعني راح تدخل دراهم كبار للجزائر، يعني راح تخسر بصح تدخل دراهم كبار. وش فيها تربح الاقتصاد، لي زوتيل يخدموا تدخل دراهم، ضرائب تدخل البلاد، المطار يخدم، الفنادق يخدموا، لي ريستورون يخدموا، راح تدخل دراهم كبار للجزائر. لماذا الدول راهي تتقاتل وتدخل في الكواليس باش تنظم. جي انا واحد يبلعطني انحي راهو يعاون في المغرب، يجي يقول لي باللي نوت ما حبينا نخبوا دراهمنا وكذا. يعاونوا في المغرب خاوتي ديريكت طايطار، انا دبروا راسكم قولوها. نعطي لكم مثل واحد برك، هذه تاع وسمها تاع الجزيرة. استثمرت بقوة في المجال الرياضي، ما الفوائد التي ستجنيها قطر من وراء تنظيم كأس العالم؟ هنا راك تقول لي كأس العالم، هي يحكوا على كل البطولات ولكن راح يخصوا كأس العالم. دوك نقول لك لأن أي دورة فيها فوائد كبيرة. وش يقول لك؟ يجمع الخبراء والمختصون في مجال الرياضة على أن احتضان الدول للفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم، الدوريات الكبرى، يعني كأس إفريقيا، كأس أوروبا، كأس العالم. وهنا راح يتكلموا على قطر، لذلك دخل لك قطر. وش يقول لك؟ يعود بفوائد جمة على الدول المستضيفة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة وأن الرياضة قد تحولت من مجرد هواية إلى صناعة يستثمر فيها وتحقق أرباحا طائلة. هذه هي. راني جاوب، ما تبلعطوني ما والو. اللي حب ينحي هذه كأس ما ينسحب راهو يعاون في المغرب مباشرة. ودبروا راسكم، عاونوا المغرب، عاونوا إسرائيل، عاونوا اليهود، عاونوا دبروا